السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا بقى فلوج جديد زي ما انتم شايفين كده في مدينة اسكندرية. زي ما انتم شايفين اسكندرية من المحافظات الجميلة قوي، الرايقة قوي، اللي ممكن تروحوها في العيد تتفسحوا فيها. فانا عامله لكم بقى فلوج النهارده مختلف كده، بتصوير بقى ليلي كده لأماكن ممكن تكونوا شفتوا كتير قوي صور ليها على اليوتيوب بس متصورة بالنهار. انا عملت لكم بقى ليها تصوير ليلي كده زي ما انتم شايفين كده قلعة قايتباي في اسكندرية في بحري في الأنفوشي. زي ما انتم شايفين بالليل بقى كده، اكيد طبعا لو اتفرجتوا في اليوتيوب هتلاقوا فيديوهات كتيرة جدا لقلعة قايتباي بالنهار. انا بقى صورتها لكم بقى بالليل، عملنا بقى حاجة مختلفة كده. تمام كده زي ما انتم شايفين قبل القلعة كده في متحف كده للأسماك. هنخش بقى المتحف ده وناخد فيه جولة حرة كده، نتفرج بقى على الأسماك، الحاجات اللي كانت موجودة وما بقتش موجودة كده يعني. تمام، للناس بقى العشاق اللي هم بيحبوا يعرفوا حاجات عن الحاجات البحرية يعني، ويعرفوا معلومات أكتر ويشوفوا الحاجات ديت، تعرفوا عليها طبعا. الناس اللي هي بيبقى لها هواية ليها، وخاصة لو معاكوا أطفال إن هم يشوفوا الحاجات ديت. الأسماك والحاجات البحرية طبعا دي من الحاجات الجميلة جدا، والحاجات المفيدة في الأكل طبعا، الفسفور وكده. وفي ناس طبعا بتبقى هوايتها إن هي بيبقى الأسماك يعني وكده، إن هي تهتم بيها وتعتني بيها يعني، وتعملها زي مشاريع ربحية ليها وكده. بس كده، فانا عملت لكم جولة كده حرة في المتحف ده. يا رب يعجبكم الجولة بتاعتي وتتفرجوا وتاخدوا فكرة عنها لو حد ما راحش يعني. ولو حد راح بقى ايه يعمل لي لايك بقى حلو للفيديو ده ويشترك في القناة ويبقى من عيلتي الجميلة. وعايزاكم تتفرجوا كده، الله، الشعب المرجانية بقى والحاجات الجميلة دي والصدف، الحاجات البحرية دي اعتقد يعني مش عايزة اقول يعني 90% من الناس بتحب الحاجات البحرية لان طبعا في اكيد حد مش بيحبها، بس انا شايفة ان النسبة الاكتر يعني ان طبعا الناس بتحب الحاجات البحرية. ودي طيور كده، حاجات بقى يعني موجودة من زمان قوي ونادرة قوي، ما اعتقدش انها بقت موجودة يعني. وطبعا لو انا بقول حاجة يا جماعة معلومة غلط او حاجة، عادي جدا ممكن تصححها لي، احنا بنتعلم من بعض. الانسان بيعيش طول عمره بيكون ان هو انسان بيتعلم، واهم من ان انت تتعلم ان انت الحاجة اللي تتعلمها ان هي توسع مداركك وتخليك انسان مداركك متفتحة ومتوسعة، ويكون الفهم بتاعك بيتحسن. لكن انت تتعلم وتفضل غبي زي ما انت كده، طبعا ده بيكون انسان صعب التعامل معاه تاني يعني، خسارته افضل يعني من صداقته كده يعني. فاحنا بنعيش طول عمرنا ان احنا نتعلم من الحياة لحد يوم ما نموت، بنفضل نتعلم. فلو قلت اي حاجة غلط عادي جدا ممكن يعني تصححوا لي اي معلومة في الكومنتات، واكون طبعا شاكرة ليكم. انا طبعا بدخل بروح الاماكن ديت السياحية، بروح ازورها عشان خاطر ولادي، وانا برضو بعيش معاهم يعني طفولتهم، ان هي حاجة تبقى في ذاكرتهم يعني وكده، ويتعلموها ويشوفوا حاجات يعني مختلفة، وكمان مداركهم تتوسع وكده يعني. فاهمين قصدي؟ واحنا كمان ككبار مداركنا تتوسع، محتاجين احنا كمان برضو مداركنا تتوسع. بس كده. ودي بقى رسومات جميلة للأسماك البحرية. الحوت ذو الزعنقة ولا الزعنفة، محدش خد بالي. بيشرحوا يعني، بيشرح الحوت ده
كان ايه يعني. لو انتوا حابين تعرفوا الشرح ممكن توقفوا يعني وتقرأوا طبعا. انواع بقى الاسماك بقى، مكرونة وبولتي وانواع بقى. طبعا لو حد اتفرج على الفيديو ده عليا من اسكندرية، طبعا اهل اسكندرية ما شاء الله خبرة في الاسماك، لان هم اصلا من عشاق الاسماك يعني. ما شفتش حد صراحة من اسكندرية اسمه ما بيحبش السمك يعني. بعض اسماك مصر الشائعة. ويا ريت كلنا كده يعني من كل وقت للتاني نروح نزور الاماكن الجميلة دي ونشوفها ونتعرف عليها يعني وكده. طبعا انا سايباكم ان انتوا تتفرجوا يعني وتشوفوا بنفسكم. مش حابة ان انا يعني اتكلم كتير وكده. سايباكم الصورة يعني هي تشرح نفسها يعني، فاهمين قصدي. وان انتوا تاخدوا فكرة عن المتحف يعني، متحف الاسماك ده. هو يا جماعة المتحف جنب قلعة قايتباي بالظبط، يعني المتحف وبعديه جنبه على طول قلعة قايتباي. دي بقى صورة المتحف، المتحف الاسماك من بره. وهنمشي بقى هنا حاجة بسيطة جدا لحد بقى ما نوصل ايه، قلعة قايتباي. طبعا انا شفت فيديوهات كتيرة جدا على اليوتيوب، ناس محترمة مصورين قلعة قايتباي بس بالنهار. معظم الفيديوهات اللي انا شفتها كده، انا بقى صورت لكم بقى بالليل وخدت لكم فيها جولة حرة كده. قلعة قايتباي من الاماكن الاثرية اللي موجودة في مصر، وخصوصا في محافظة اسكندرية. قلعة قايتباي، لو انتوا حابين تروحوها يعني، انشأها السلطان قايتباي عام 882 هجرية. بصوا بقى، ده المكان اللي بتدفعوا فيه التذاكر. التذاكر دلوقتي يا جماعة عشان تدفعهم ما بقاش كاش، التذاكر بالفيزا، معاكوا فيزا تدفعوها. سنة 1477 ميلادية يعني. وزي ما قلت لكم كده، قلعة قايتباي لو انتوا هتروحوا لازم يبقى معاكم فيزا حاطين فيها فلوس عشان تدفعوا، لان ما بقاش في الدفع في التذكرة، ما بقاش كاش بقى بالفيزا. والتذكرة 60 جنيه للفرد الكبير، و30 جنيه لو معاكوا اطفال. دول اللي هم المصريين. اما بقى لو الاجانب على ما اعتقد يعني 100 جنيه التذكرة للفرد يعني. بس اهم حاجة لازم يبقى معاكوا فيزا للدفع، لان ممنوع مش هينفع دفع كاش يعني، فاهمين قصدي. وقلعة قايتباي طبعا المصريين زمان يعني بنوها وكده لما كان في حروب وكده. كان بتأمن جهة مصر من ناحية الشمال يم البحر كده لأي عدو ممكن ان هو آه، يعني داخل مصر او كده. والقلعة دي طبعا عمرها تقريبا يعني حدود 500 سنة. وبنوها طبعا كل حاجة فيها كانت سبحان الله يعني بتعبر عن الناس بتاعت زمان ديت. طريقة البيبان والشبابيك، القلعة نفسها من جوه طريقة بنائها فيها أماكن وحاجات. يعني مثلا الباب الرئيس ده لما لو العدو مثلا دخل منه يقتحم القلعة، فيها فتحات كده في السقف ان هم يكبوا عليه زيت او حاجات سخنة على العدو عشان يهاجموه يعني وكده.
والقلعة 3 ادوار. بصوا هي ليها مداخل ومخارج كتيرة. سبحان الله، يعني هم كانوا منظمينها كده تنظيم بقى الحاجات، تأمين عشان يقدروا يهاجموا العدو اللي هيهاجم يعني او يخش يهاجمهم وكده. بس فهي صراحة شوفوا بالليل وما شاء الله من جوه فيها اضاءات مهتمين بيها ونظيفة جدا، وفيها حاجات يعني شايفين زي الفتحات دي كان بيصبوا منها زيت مغلي وكده على العدو لما بيخش يهجم على القلعة ويعني وكده. وكان الهدف من القلعة اللي هو زي ما قلت لكم تأمين الحدود المصرية من ناحية البحر من ناحية الشمال، لمهاجمة يعني اي عدو يهاجمهم وكده، وان هم يبقى في زي ترقب ليهم او كده يعني. دي حاجات بقى موجودة في التاريخ يعني وكده. بس انا طبعا يعني مش احسن حاجة في التاريخ. بس انا باخد لكم الجولة في القلعة، لو انتوا ما شفتوهاش قبل كده تاخدوا فكرة عنها. ممكن بقى تشوفوا وتبحثوا على جوجل وتعرفوا كل حاجة بقى بالتفاصيل بالتواريخ عن قلعة قايتباي. وانا طبعا جبت لكم ان هي انشأت امتى، يعني تقريبا بقى لها زي 500 سنة. وفي طبعا لوحات جوه بيبقى فيها شرح يعني بالعربي وبالانجليزي، معلومات يعني انتم ممكن تاخدوها وكده عن القلعة. ده المسجد اهوت بتاع القلعة اللي كانوا بيصلوا فيه، زاوية هي زاوية مسجد. وشايفين التصميم من جوه، هي 3 ادوار. وزي ما قلت لكم فيها مداخل ومخارج كتيرة جدا، يعني ما تعرفيش ده مدخل على ايه وده مطلع على ايه. والبيبان الاوض اللي كانت معمولة يعني مبنية في القلعة وكده، بيبانها شايفين البيبان حاجة كده تحسوا فيها من التراث القديم قوي يعني. وانا عملت لكم الفيديو بقى النهارده والجولة الحرة دي في قلعة قايتباي ومتحف الاسماك في الاسكندرية. يا ريت بقى لو عجبكم بقى فيديوهاتي تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتشجعوني كده. هعمل لكم فيديوهات كتيرة حلوة، وبحبكم جدا يا احلى متابعين في الدنيا. واستنوني ان شاء الله فيديوهات جاية كتيرة وحاجات حلوة كتيرة قوي تتبسطوا فيها معايا. بس انا محتاجة تشجيعكم ومحتاجاكم ان انتوا توصلوني ل5000 مشترك. هكون سعيدة جدا وممتنة ليكم قوي قوي على اشتراككم في القناة، وتبقوا من عيلتي الجميلة. وبحبكم جدا، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة. واكتبوا لي لو عايزين اماكن اروحها واصور لكم فيها، هعمل لكم جولات حرة فيها. ادوني افكار حلوة كده، وان شاء الله اعمل لكم احلى فيديوهات. ومع السلامة.